للي ما بيعرف شو بيصير، في الفترة الأخيرة أكثر من 4 دول أوروبية بدأت الاعتراف بدولة فلسطين، واتهامات متكررة من المحكمة الدولية والأمم المتحدة لإسرائيل بالإبادة وأوامر باعتقال نتنياهو. وكمان اللي بيصير بشكل متسارع في غزة من مناطق يفترض إنها طهرت من المقاومين، لحتى يطلع أول امبارح وتنزل مجموعة منهم اللي انقتل فيها انقتل واللي أسر فيها أسر بأقل وأبسط الإمكانيات وبكمين بسيط جدا. ليقرر بعدها الاحتلال الانتقام كالعادة من الأبرياء، طريقته دايما في الرد الانتقام من الأبرياء، الانتقام منهم بحرقهم وقطع رؤوس الأطفال والنساء الآمنين النازحين. كالعادة دايما هم اللي بيدفعوا الثمن. مشاهد مأساوية متكررة، ويمكن هالمرة كمان فيها تفنن أكثر بحرق الخيام باللي فيها. وطبعا لأنه ما حدا بيسأل ولا حدا بيقدر يوقفه ولا يلومه على اللي بيعمله، فيعمل اللي بده إياه من غير ما